حدا بيعرف ليش هاي الأكلة عنا بسوريا اسمها جزمز؟ اللي بيعرف يكتب لي تحت بالتعليقات. يمكن سموها جزمز على يمكن لأنه لما بنحط البصل بيعمل جز، ولما بنحط البندورة بتعمل مز. طيب ولما بنحط البيض بيعمل بز؟ سبقيني لاحقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل لها هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبندوق. مم. 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 بتجنن بتجنن. شي بشق الراس. إذا حابين تعرفوا الطريقة حبايبي يلا ليتس جو. هون بالبداية حبايبي عندي تقريبا كيلوين بندورة، وعندي بصلة وحدة. مثل ما لكم شايفين حبايبي، بصلة وحدة وتقريبا كيلوين بندورة. رح أقطع الخضرة وأرجع لكم. ماشي حبايبي؟ وهون حبايبي فرمت الخضرة، فرمت البصل فرم ناعم، فرمت البندورة فرم وسط عادي لأنه هي رح تدوب بالطبخة، يعني لما نطبخها. وبس هيك، يعني أكلتنا ما فيها كتير مكونات حبايبي، عبارة عن 3 مكونات أساسية: بصل، بندورة، وبيض، وبس. ماشي حبايبي؟ في ناس بتحط فليفلة خضراء بتفرم وبتحط في قلبها، وفي ناس كمان بتحط لها عرق فليفلة خضراء حدة أو حلوة، بس أنا شخصيا ما بحب. انا بفضل يعني انه ما بحب تكون جواتها، انا بفضل انه اكل فليفله خضراء لما تستوي، يعني بعد ما تكون جاهزه اكلها مع عرفتوا حبايبي؟ وبس هيك. وكمان انتم حرين، يعني بتحبوا تحطوا بتصير، ما بتحبوا على راحتكم، بس انا شخصيا ما بحب. ماشي حبايبي؟ هون بالبدايه حبايبي حطيت الطنجره على النار. رح احط بسم الله الرحمن الرحيم اول شي زيت زيتون مقدار نظري. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيكم تحطوا زيت نباتي كمان، يعني هي الشغله بترجع لكم لكم، بس انا بحب احط زيت زيتون. رأسا حبايبي بنطب البصل اللي قطعناه فرم ناعم، فرمناه فرم ناعم. بسم الله. بنحط على البصل حبايبي رشة ملح مشان يسرع عملية مشان انه يسرع انه يدبل بسرعة وهيك. ومنضل منقلب حبايبي لحتى تدبل عنا البصلة. وبس ادبل البصلة حبايبي شوفوا برجع لكم. ماشي؟ هون حبايبي بعد ما دبلت عنا البصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا حطيت بصلة حجم وسط حبايبي، ما كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. رح احط رشة فليفلة حمرا ناعمة. بسم الله. رشة هيك. رح اقليها مع شوية شغلة دقيقة لبين ما تطلع ريحتها، يعني احمصها مع البصل تطلع طعمته طيبة. شغلة دقيقة حبايبي بنقليها وبرجع لكم. وهلا حبايبي بدي احط معلقة دبس فليفلة مثل ما لكم شايفين. بسم الله. ومعلقة دبس بندورة حبايبي. وهلا حبايبي كمان بنقليهم مع البصل والفلفل الحمراء لحتى تطلع ريحتهم. بنحمصهم شوي يعني. خليني احمصهم وارجع لكم حبايبي. وهون حبايبي بعد ما قلينا دبس البندوره ودبس الفلفله رح نطب البندوره. البندوره انا حبايبي بس فرمتها فرم وسط، يعني ما قشرتها. بتحبوا انتم تقشروها قشروها، بس انا ما بقشرها. رح احط البندوره. بسم الله يا رب. بسم الله. بنفضيها كلها. وهون حبايبي رح نحط فلفل اسود. العشق الاسود، العشق الممنوع بالنسبه لي الفلفل الاسود، روح قلبي. انا ما بحب السبع بهارات. بحب الفلفل الاسود، السبع بهارات ما بحبها. او البهار الحلبي، مع انه انا حلبيه بس ما بحبهم. بفضل الفلفل الاسود. يا خيط بحبه، ما بعرف طعمته طيبه. وبعد ما حطينا الفلفل الاسود حبايبي بنحرك كم تقليبه. وهون حبايبي بعد ما حطيت الفلفل الاسود
انا ما ملحت. ليش؟ لانه لما دبلت البصل حطيت ملح، ودبس البندوره والفليفله كمان فيهم نسبه من الملح، لهيك ما رح احط هلا. بعد ما تستوي البندوره بدوقها، اذا بدها بحط لها، ما بدها ما في داعي. والله هيك حبايبي رح اغطي تم الطنجره وعليت تحت على نار وسط، وبس انها تستوي على بخارة، وكل شوي وشوي بقلب هيك لحتى تستوي معي. ماشي. انا ما بدي اعقدها، عرفتوا؟ يعني في ناس بنشفوه، انا ما بدي نشفها، انا ما بحبها كتير ناشفة، بحب يكون لها مرقة، تكون مريقة شوي. عرفتوا؟ هاي الشغلة بترجع لإلكن. وبس هيك حبايبي، كل شوي شوي بنيجي بنقلبها هيك لحتى تستوي. بشوفكن بالمرحلة اللي بعدها حبايبي. حبايبي جينا نشقشق على البندورة، بسم الله. شايفين بلشت عندي تبقبق وتغلي، بسم الله. حبايبي انا دقتها طلع بدها ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. رح املح الملح حسب الرغبة نظريا، وبعد هيك بدوق حاج هيك، لانه كمان نحط على البيض ملح وبنحرك. حبايبي انا ليش حطيت الدبس البندورة ودبس الفليفلة؟ اول شي بتعطي طعمة طيبة، وثانيا بتعطي لون حلو كمان، عرفتوا؟ لانه البندورة عندي ما كان كتير لونها احمر. رح اغطي تم خليها تكمل استواءها، وكل شوي شوي بجي بقلب، كل شوي شوي بجي بقلب حبايبي. بس في شغلة، انا بترك تمها مغطاية لبين ما تستوي. بعد ما اشوفها انه بلشت تستوي بشيل الغطاء. اذا كانت ميتها كتيرة وانا بدي اياها هيك بنسبة معينة، بنشفها شوي، بشيل الغطاء وبنشفها شوي مثل ما انا بدي. واذا انتم بدكم تنشفوها اكتر حبايبي، بعد ما تستوي عندكم وشفتوا في قلبها مي، شيلوا الغطاء ونشفوها على الاخر. بس انا بحبها مريقة، يعني يكون لها مرقة، يعني تكون مريقة الجزمة، عرفتوا؟ لانه بتتاكل غمس بالخبزة، يعني لازم يكون في لها مرقة، صفصقات وجقجقات بس مو كتير كمان، مو شوربة يعني، عرفتوا؟ وبشوفكم بالمرحلة اللي بعدها حبايبي. حبايبي البندورة عندي بعد ما استوت، هون حطيت على الطاوة زيت نباتي، دقلي بيض، دقلي البيض يعني. فقيت انا 8 بيضات حبايبي وخفقتهم، وانتم حرين يعني، انتم بتتحكموا بكمية البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. رح اقلي البيض حبايبي، رح اقلي البيض حبايبي واطبه فوق البندورة، وبشوفكم بالخطوة اللي بعدها. وهون حبايبي بعد ما قليت البيض رجعت طنجرت البندورة على الغاز حبايبي. طبعا البندورة عندنا مستوية، بسم الله. شايفين حبايبي انا ما نشفتها كثير. هلا بدي اطف فوق البيض اللي قليناه مع بعض حبايبي، مثل ما لكم شايفين البيض شقفة كبيرة. رح اطب البيض حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، فوق البندورة، بسم الله، ونفضيه كله. وهلا حبايبي بعد ما طبينا البيض بنقلب كم تقليبة، بسم الله هيك، بسم الله. حبايبي هلا بنتركهم يتجانسوا مع بعض، يستووا مع بعض شي شغلة 5 دقايق، وبطفي تحت الطنجرة، وبشوفكم بمرحلة التقديم بتكون طبختنا صارت جاهزة. وهيك حبايبي الجزمز السوري على الطريقة الحلبية صار عنا جاهز، أو الشكشوكة مثل ما بسموها أهلنا بفلسطين ومصر وباقي الدول العربية. صارت عنا جاهزة الأكل حبايبي. بتقدم جنبها بصل أخضر، فلفلة خضراء، مخلل، لبن رايب، لبن عيران، مثل ما انتم بتحبوه، ايش بتحبوه يعني بتاكلوا جنبها. وبس هيك حبايبي، مثل ما لكم شايفين انا تركت البيض شقف يعني كبار، ما نعمتن. وبس هيك حبايبي، اذا عجبتكم طريقتي تحضير الجزمز كالعادة، لا تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وتعليق حلو مثل قلبكم، وشير مع احبابكم واصحابكم. 5 شغلات حبايبي، اوكي ما تنسوا وهيك حبايبي انا بدي انهي معكم فيديو، رايح اروح اتعشى واحضر لي شي مسلسل من هدول المسلسلات القديمة. وبس هيك، لانه فرطانة من الجوع وماني فطرانة. بشوفكن بخير وتضلوا بألف خير يا رب. بشوفكن فيديوهات جديدة مني وعلي. هلا رح لكم باي.